في الأدغال الكثيفة يخطو الأسد بثقة ملكا بين رعاياه الخائفين. يقترب القط محييا إياه بحرارة: صباح الخير أيها الأسد، أليس هذا يوما جميلا؟ بازدراء يرفض الأسد معلنا: همف، أنا لا أضيع وقتي في التحدث إلى المخلوقات الصغيرة، أنا الملك. يواصل الأسد مسيرته متجاهلا الآخرين بصلف ملكي. في أعماق الغابة يتحرك الصيادون بتخف. عملهم الصامت ينسج شبكة من الخطر الخفي. غير مدرك الخطر المتربص، يخطو الأسد بثقة عبر الأدغال الكثيفة. يتردد صدى طقطقة مفاجئة عبر الأشجار، بينما تقود الغطرسة الأسد إلى فخ الصيادين. يسيطر الذعر على الأسد وهو يزأر في يأس: أنجدوني، أنا محاصر. عند سماع الصرخة اليائسة تندفع غرائز القطة وهو يتسابق نحو صوت الاستغاثة. القط يركض بأسرع ما يمكن مصمما على إنقاذ الأسد. في قلب الغابة تخترق أشعة الشمس المضلة بينما يصل القط إلى الأسد المحاصر. يعلن القط: لا تقلق، سأساعدك. بتركيز حازم يبدأ القط الذكي في قضم الحبال ويعمل بلا كلل لتحرير الأسد. الأسد الآن حر، يتعجب: لقد أنقذتني، ولكن أنت صغير جدا. يجيب القط بحكمة: في بعض الأحيان يمكن للصديق الأصغر أن يحدث أكبر فرق.